بصوا بقى بعد ما جيت من السوق وجيت من عزبة البرج، تعالوا اوريكم بقى شويه الحاجات اللي احنا جبناها. ما جيتيش معانا؟ ها ماشي، مش هنا وسيبناكي. بصوا بقى، طبعا انتوا عارفين انا رحت السوق جبت شويه حاجات، ومن عزبة البرج جبت شويه حاجات. طبعا ما فيش شروات زي ما انتوا شفتوا، الدنيا كانت فاضيه عشان العيد، كل سنه وانتوا طيبين. بصوا بقى الجمبري ده يعتبر الكيس بكيلو ونص، ده كان ب 100 جنيه الكيس. بصوا هو حلو والله، مش يعني شغال مش وحش. بصوا الشنطه دي جبت منها 3 شنط. شنطه ساندي عملتها لنا اهي، نضفت الشنطه بس انا قلت اوريها لكم اهو. عملنا شنطه، امسكي يا ساندي. وادي الشنطه الثانيه والله فيها كبيره اهو يا ساندي. قعدت تقولي معلش يا جماعه تليفوني كل شويه يفصل زي ما وريتكم. بصوا طب والله في جمبري كبير اهو ب 100 جنيه، كيلو ونص ب 100 جنيه. بصوا الجمبريه قد ايه اهي كيلو، عشان ساندي تقول لك الجمبري اهو. ايه ده بقى؟ بصوا الجمبري ايه؟ بصوا الجمبري بالكابوريا. طب والله العظيم حلو، ما بتاكل كابوريا، جمبريه بتاكل كابوريا. يعني جبت 3 شنط ب 300 جنيه الكيلو ونص. شوف 4 كيلو ونص ب 300 جنيه. ده بقى جبته ب 160 جنيه، جبت منه قد ايه؟ 3 كيلو. تعالوا اوريكم شكله والله اهو. طب والله العظيم رخيص. عارفين بقى لو روح تعمله لي بقشره ماشي. لو رحت قبل العيد كنت زمان لقيت حاجات احلى من كده، بس كان السوق فاضي والله، كانش زي ما انتم شايفين كده، كان فاضي. جبت بقى كيلو ونص اهو. راحت فين ايه؟ واحده كبيره قوي. وجبت الكابوريا دي بقى كانت شروه على بعض كده، الشنطه دي ب 100 جنيه. رحت بسال عليها في السوق دلوقتي قال لي الكيلو ب 100 جنيه، وفصلت معاه قال 80 زي ما انتم شفتوا الكيلو. انا جبت يعتبر 2 كيلو ب 100 جنيه. كابوريا دي العيش دي بخوف عاصم بيها، دي العيش بخوف بيها عاصم. جبنا البوري بقى اللي احنا جبناه من السوق اهو عشان تعملي سيخ، عشان اعمل فسيخ دلوقتي. رايحه المصيف عشان اعمل فسيخ. بصوا بقى، بصوا السمكيه. الراجل ورانا هناك الفرق بين الطبار والبوري، لان انا ما اعرفهمش بالبعض. عايزين بطرخه بطرخه اهي. جبت 2 كيلو اهو، طلعوا 2 كيلو، لا 2 كيلو ايه، سمكتين كيلو وربع. كيلو وربع ب 200 جنيه عشان هنعمل فسيخ لاول مره في البيت. يدعوا لي لحسن لو فشل جوزي هينفخ. يا لهوي قال لي ما تفيش كده ايه. وجبت بقى بولتي لاني ملك طالبه سمك بولتي، مع انها ما بتحبوش، بس هي طلبت معاها سمك بولتي مشوي ورز ابيض. جبته من هناك كيلو ونص ب 100. سمكيه وحلوه. ايه رايكم بقى في شويه الحاجات اللي انا جبتها؟ هم دول بقى اللي احنا جبناهم، وهنروح نعمل الفسيخ دلوقتي ونغسله، وجايين المصيف عشان نعمل فسيخ وناكل الجمبري. ده انا قشرته. طب والله ما في فرق كبير يعني. بصوا والله الجمبري ابو اللي هو كيلو ونص ب 100 ده حلو. وفي رجل كابوريا، هي كانت بتاكل الجمبريات بتاكل كابوريا. يا حاج ايه ما فيش سندوتش كده؟ تعالى كل معانا جمبري. في والله واحده كبيره. هو انا لو عملت الفسيخ ب 200 جنيه ده وباظ مني هتعمل لي حاجه؟ بصوا عشان ساندي قالت لي ان انت هتشلوحني لو باظ مني. بصوا الجمبري قد ايه امه؟ جمبري كبيره. طب بص شفت الشنطه دي؟ استنى هي راحت فين الشنطه؟ اهي. بص ابو 100 جنيه. بص ده ابو 100 جنيه. بص الجمبريه في كبيره قد ايه؟ لا والله. والله ده اهو متنقيه منه كذا واحده كبيره. بص بص بص. طب والله في حاجات حلوه. صح؟ انت فظيع فظيع، مش كفايه اللي خسرتوني بس. يلا هروح بقى الم الحاجات دي واعبيها في شنط بقى كده واحطها في الفريزر عشان لما نيجي مروحين يبقوا متلجين معانا. باي باي. هي بس صغيرة لك ماشي. المفروض نكمل بس احنا اخر مره لغايه كده الصفه، بعد ما نص الصفه مش هنعمل تاني. بصوا بصوا الفسيخ. استنى ايه صحيح.
وزي ما شفتوا بقى دخلت المطبخ غسلت الفسيخ حلو جدا وحطيته في علبه كده، ما كانش عندي شفشه ولا اي حاجه عشان يصفي من الصبح لغايه بالليل. انا دلوقتي كنت بعمله في الساعه 2 الفجر او 3 الفجر، يعني انا قاعده بالليل. شفتوا بقى الجنان بتاعي راح على المصيف علشان اعمل لهم فسيخ هناك. اتجننت بجد. ما شفتش جنان كده. بصوا بقى الحركه دي احلى من المناديل. هنا بحط الملح جوه الخياشيم بدل ما احط المنديل. جيبي ملح خشن، انا جايبه معايا نص كيلو كنت محضره معايا جايباه من مصر، وجبت معايا كركم وجبت معايا شطه. بحطه كده في الخياشيم اسيبه شويه 5 دقايق كده واقوم شايله الملح من الخياشيم، بينزل كل الدم وكل اي حاجه جوه الخياشيم. عايزه اقول لكم ان الفكره دي حلوه قوي وعمليه احسن من المناديل. انا كانش عندي مناديل بس قلت ايه اعمله بالملح كده، لما جربته لقيته فعلا بيطلع كل الدم اللي جوه الخياشيم. بجد حلوه قوي الفكره دي. هعمل كده الطريقه دي هعيدها 3 مرات 4 لغايه لما تحسي ان الملح نازل معاكي ابيض وحلو. هحط الملح جوه الخياشيم لغايه لما تلاقيه حلو الملح بدأ يبيض كده ما فيهوش دم، يبقى كده خلاص تمام معانا الفسيخ زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان الفسيخ بعد ما عملته وروحت وكلته بجد كان طعمه خطير. طبعا مش عايزه احرق الاحداث عشان هصوره لكم ان شاء الله بعد ما افتح عليه. هنا بقى بصوا بوريكم اجيب شنطه بقى انقل فيها الملح اللي احنا حطيناه في الخياشيم كده. كنت بلم شويه شنط وخدت شويه شنط من عند بتاع السمك برضو اداني شنطتين لاني ما كنتش جايبه، نسيت اجيب شنط معايا. هنا بقى حطيت الملح بتاعي، حطيت الكركم واحط الشطه، دي الماده الحافظه بتاعتنا اللي هتحفظ معانا الفسيخ. ونتجنن بقى ونعمل فسيخ في المصيف. عايزه اقول لكم ان المكان اللي انا قاعده فيه في مصر ما بعرفش اجيب السمك فريش، فاهمين؟ فالفسيخ السمك البوري ده لازم يجي فريش عشان تعرفي تعمليه يطلع حلو كده، وفي الفسيخ لازم يبقى فريش. فللاسف ما كنتش بعرف اعمله عندنا خالص، فاستغليت الفرصه بقى ان احنا في المصيف وقلت بقى لازم اعمله عشان كان في شم النسيم. عايزه اقول لكم ان انا سالت عليه في شم النسيم قالوا لي الكيلو ب 450 جنيه. فقلت والله ما انا مشتريه، اشتريه ليه؟ طب ما انا اعمله في البيت. انا عمري ما عملته ودي كانت اول مره اعمل فيها فسيخ في حياتي، والله انا اول مره اعمله. وعايزه اقول لكم ان هو نجح وطلع ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك تحفه، واللحم بتاعه حلو ومش حادق وكان زي السكر. فانا بقى قلت استغليت الفرصه بقى ان انا في المصيف وان السمك طالع من البحر طازه، قلت بقى ايه اجيبه واعمله ايه يعني ما اعمله في المصيف ما فيهاش مشكله، جنان بجنان بقى ونخلي الفسيخ في المصيف. وهنا بقى زي ما انتم شايفين لفيته في كذا شنطه، واهم حاجه نخرج الهواء خالص ونكتم عليه. هلفه بقى في كذا حاجه، وجبت كان معايا عندي ستريتش راب كده عصلج معاه عشان كان مسك من بعضه في العربيه من الحر مش راضي يطلع، فحاولت افكه من بعضه بس جنني طلع عيني عقبال ما فكته من بعضه. والف بيه بقى الشنطه بتاعتنا دي كده ونحطها بقى فوق المطبخ في اي مكان كده ضلمه ونسيبها تعيش مع نفسها. عايزه اقول لكم بقى ان في الحر ده 7 ايام ونفتح عليه، ما نسيبش اكتر من كده. 7 ايام مش 15 يوم يا جماعه. في الشتاء هنسيبه 15 يوم، انما في الحر اللي احنا فيه ده فتحت عليه بعد 7 ايام كان استوى معانا وكان زي السكر. بصوا زي ما انتم شايفين قاعده بلف فيه. بصوا بدفنه يا جماعه، انا كنت بدفنه. طبعا كلهم عمالين يقولوا انت مجنونه بتعملي فسيخ في المصيف. والله مجنونه. ايه يعني بعمل فسيخ في المصيف؟ المصيف هيقول لي لا نتجنن ونعمل لهم فسيخ في المصيف. احطه بقى في شنطه كده واروح اشيله. عايزه بقى اوريكم الاجواء بالليل شكلها عامل ازاي. الجو بقى هنا كنت بوريكم الجو عامل ازاي على البحر. كانت الساعه كانت دخلت على 3 والله الفجر. الجو كان حلو قوي في البلكونه وكان ممتع. هخش بقى ننام ونصحى ونروح بقى زي ما انتم شايفين كده على الشط. صحينا بقى الصبح ورحنا بقى ده كان اليوم اللي قبل الاخير بتاعنا في راس البر. هنودع يا جماعه خلاص راس البر. عايزه اوريكم بقى الاجواء على الشط. الشط كان عامل ازاي، الجو كان حلو قوي. وهنركب بقى اللانش وهنعمل اجواء حلوه كده. طبعا ما ينفعش نيجي على الشط وما نركبش اللانش، احنا كلنا كنا عايزين نجرب التجربه دي تاني. نروح وسط الميه ونخش جوه الصخور من جوه. دخلنا خدنا طبعا احنا قعدنا شويه على الشط وقلت اصور لكم الاجواء، وبعد كده هناخد بقى اللانش ونخش بيه على البحر. عايزه اقول لكم ان انا ببقى مرعوبه من موضوع اللانش ده، بس هنخش بيه. التجربه حلوه على فكره، هي مرعبه بس كانت حلوه قوي. هنخش بيه وسط الميه كده عند الصخور وهوريكم الاجواء باذن الله.
بس كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا لما ركبنا اللانش. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، حطوا لايك كده حلو، اكتبوا لي تعليق حلو لو وصلتوا معايا لحد هنا. بالله عليكم حطوا لايك كده واكتبوا لي تعليق ان انتوا وصلتوا لحد هنا. اكتبوا لي تعليق قمر كده زيكم، انا برد على كل تعليقاتكم وبفرح جدا جدا بكل كلامكم الجميل اللي بيشجعني، اللي دايما واقفين جنبي. بس اهم حاجه بالله عليكم كملوا الفيديو للاخر. اعيط لكم عشان تكملوا الفيديو للاخر. كملوا الفيديو للاخر لانه بيفرق معايا جدا بجد. عايزه اقول لكم ان احنا كنا زعلانين جدا، الايام جريت بسرعه بينا في راس البر زي الصاروخ. احنا كنا واخدين 6 ايام، ال6 ايام جريوا بصوا بسرعه، سرعه الصاروخ. كان زي ما قلت لكم اليوم ده كان اليوم اللي قبل الاخير، بجد كنا زعلانين قوي. البحر زي ما انتم شايفين هادي ومفيش حد، مفيش ناس كتيره خالص. ممكن تنزلوا البحر عشان اللي بيتكسف ينزل مثلا او بيحبش ينزل، وفي ناس. بجد الاجواء كانت حلوه قوي وهدوء ومفيش ناس كتيره ومفيش زحمه. دي كانت احسن حاجه السنه دي في راس البر بجد. وزي ما انتوا شفتوا ساندي طالعه من الميه اهي، وملك ما حطتش رجليها في الميه، يعني ما بردتش تنزل خالص. هنا بقى كنت واقفه مستنياهم بيجيبوا اللانش اهو زي ما انتوا شايفين. كان احمد راح يجيبه. خدنا ربع ساعه بكم؟ ب50 جنيه. بجد حلو قوي ولففنا، وكان يعني الناس كانت ذوق هناك، والراجل اللي احنا خدنا منه اللانش كان ذوق جدا وسابنا نعمل اللي احنا عايزينه ونتصور، وهتشوفوا معايا دلوقتي. كملوا بقى الفيديو وهسيبكم تستمتعوا بقى بالميه واحنا يعني بالاجواء واحنا في وسط البحر. طب ونقعد فين؟ ماشي ماشي. لا ما تسيبش حاجه من كده. مش عارفه كده، مش حاجه. التليفونات هنا منطقه. بصوا بقى شكل الميه، بصوا جمالها. الميه شكلها حلو قوي من جوه. بصوا بقى المنظر من جوه، يعني حاجه تانية خالص. انا سبت لكم الصوت، ما رضيتش اكتمه عشان تستمتعوا بصوت البحر. انا بحب اسمع صوت الميه قوي وصوت البحر. سبت الصوت عشان تستمتعوا بالاجواء. بجد الاجواء كانت حلوه قوي. يلا بقى شجعوني بلايك كده. قول لهم يا عاصم حطوا لايك. عاصم جه على صوت اللايك اهو. قول لهم حطوا لايك حلو كده لماما. حطوا لايك عشان خاطر عسومي. وهنا كنا وصلنا عند الصخور. بجد انا زعلانه جدا لان شكلها السنه دي بجد هتبقى اخر سنه في راس البر، لاني زعلانه بجد من اللي بيحصل فيها، الاستغلال اللي بيحصل، والشواطئ اللي عايزين يقفلوها، والاسعار الشقق. الناس بتلومني بس بجد والله انا غصب عني، يعني انا مش بمزاجي. بيقولوا لي على الاسعار غاليه جدا. انا ساعه لما خدتها كان اليوم ب 700 جنيه لان انا واخداها قبل العيد. بعد العيد قالوا لك اليوم ب 1700، وصل ل 2000 جنيه. بس بجد افترى، لان حرام الناس تاخد بالسعر ده. فسامحوني بقى، شكلها تبقى اخر سنه في راس البر، مش هنعرف نيجي تاني راس البر. يلا بقى اسيبكم بقى تستمتعوا بالاجواء. اسوق تعالوا بصي معانا. اسمع ابوك يا ابني ليه كده؟ بص اعمل لهم حطوا لايك. طيب قول لهم حطوا لايك. يلا قول لهم حطوا لايك. قول لهم حطوا لايك. يلا تعالى بص اعملي ده. لا خد راح فين؟ نزلت ما طلعتش. تعالى تعالى اهو.
زي ما انتوا شفتوا بقى قعدنا نتصور براحتنا، والراجل كان ذوق جدا، اتصور معانا وسابنا نتصور عند الصخور، وكان اليوم ممتع بجد في وسط البحر كده. اليوم بتاعنا كده خلص، وصورت لكم الاجواء في الشط وعملت لكم جوله حلوه، يا رب تكون عجبتكم وتكونوا مبسوطين وتكونوا استمتعتوا كده معانا. يلا بقى حطوا لي لايك كده وتعليق حلو، وانتظروا الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا. ما تنسونيش بقى بتعليق قمر زيكم كده، هنروح بقى نتغدى لان احنا جوعنا جدا. هنروح نتغدى ونشوف يومنا بقى، هنكمل يومنا تاني ازاي، وكده يكون اليوم بتاعنا خلص والاجواء بتاعتنا خلصت على الشط، وكان يوم بجد عايزه اقول لكم ان هو ممتع جدا. اشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي. باي باي.